سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان مفروض الفيديو هذايا ينشر في أوائل شهر سبتمبر، لكن عمل فيا ريكليماتيزور، تعبني شوية. الحمد لله تو لاباس. في الفيديو هذا باش نتحدث على ما أسميته بالخطيئة. الخطيئة هي الخطأ الأصلي الرحم اللي تتفرع عليه أخطاء أخرى فرعية. وهذه الخطيئة هي في الحقيقة في الأصل عندها مفهوم ديني متعلق بعملية الإغراء اللي قامت بها أمنا حواء تجاه سيدنا آدم، وتسببت لهم الاثنين في النزول من الجنة إلى الدنيا. الأديان الكل، الروايات نتاع الأديان الكل تحدث على الخطيئة هذه وعملية الإغراء والنزول، والقرآن الكريم في عدة صور تحدث على الخطيئة هذه. بعجالة باش نذكر لكم 3 آيات قصارى من سورة الأعراف باش نحط الموضوع في إطاره الديني. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. قال يعني آدم وحواء ربنا إن ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال المولى اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض متاع ومستقر إلى حين. صدق الله العظيم. والخطيئة في تونس حسب رأيي المتواضع تتمثل في كل لقاء في باريس يوم 14 أوت 2013 بين سي راشد الغنوشي وسي الباجي قايد السبسي. هذيك الخطيئة حسب رأيي اللي تفرعت عليها بقية الأخطاء. واللي كانت نجم تكون المقابلة هذيك نقطة انطلاق إلى وضع مريح فردوسي في تونس، إلا أنها في الحقيقة كانت نقطة انطلاق في مسيرة تنازلية إلى الجحيم اللي احنا فيه اليوم. وما ثماش كلمة أخرى، جحيم. بعد اللي في تونس ولات الناس تموت بالعطش الصيفية هذه، والدولة على أبواب الإفلاس. تعرف بالنسبة للأشهر الجايين هاك وزيرة المالية جديدة اللي حطوها في فم مدفع قاعدة تقشقش وتشقشق الفلوس باش تخلص الشيء. أكثرش من هكا. وحتى الزيارة الأخيرة هذا بتاع السيد بيجي اللي قام بها نيويورك على مستوى الشخصي نجم نسميه نجاح. حطوا بوباما بحذاها في العشاء وسي كيري معناها تكلم الفرنساوي تقديرا له كذا، لكن على مستوى النتائج يذنبي مظهر لي مشكوك في النتائج نتاعو. اولا لانه سلبيجي مقابل كان الناس اللي ماشيين مش اللي قاعدين. اوباما ماشي في نوفمبر ينتخب رئيس جديد ويقعد هو يصرف في الاعمال حتى الجانفي. وكريستين لاغارد كيف معناها هي تحت تتبعات عدليه ويحتمل تمشي. وحسب بلغني قالت لهم انا توا معاكم وانا نحب تونس ونعطف عليها نحب نعاونها، لكن ربما اللي باش يجي بعدي باش يكون صارم في تطبيق الشروط اللي فرضها صندوق النقد الدولي على تونس، حيث يذنب يخص نتائج. خاطر سي باجي لما حاله دبلوماسي وضخم هكا يعرف كيفاش يقدم، اما مش سياسي هو غاديك. النتيجة الله أعلم، حسينو ماهيش مضمونة. نرجعوا للمقابلة نتاع السي راشد والسي الباشي. الخطيئة. المقابلة هذه تمت 3 أسابيع بعد استشهاد محمد الإبراهيمي. البلاد وقتها كانت على شفاء حرب أهلية. هو ديجا 6 أشهر قبل وقت اللي استشهد شكري بالعيد يقول لي سي عبد الكريم الزبيدي والجنرال رشيد عمار وقتها تقابلنا عملنا قاعده
قالوا لي بعد ما مات شكري، يقولوا لي النهضة والترويكا ايتي ابلا، ils étaient à plat. هذه العبارة اللي استعملها رشيد عمار، معناها النهضة والترويكا كانوا في حالة انهيار. هذا بعد شكري، خلي بعد ما مات، بعد استشهاد محمد برهام، البلاد وصلت في حالة احتقان قصوى. اش نجم يو ديجا بعد استشهاد شكري كان رشيد عمار ينجم يشد الحكم، ينجم ياخذ البوفوار تاع رماسي، السلطه كانت تنجم ملوحه، كان ينجم ياخذها بسهوله. لكن سي عبد الكريم وسي رشيد معناها وطنيين وعندهم ثقافه الدوله ويمنوا بالديمقراطيه التونسيه، معناها مشاو في ثنيه المؤسسات، بحيث بعد استشهاد محمد برامي البلاد كانت في حاله اخترام. والتوانسه الراي العام التونسي باستثناء النهضويين تبعا والتنظيمات المتطرفه المتشدده هذيك، باستثناء ذوك بقيه التوانسه تكونت لهم قناعه انه ثم ربط، ثم تواطؤ ما بين النهضه والارهاب. عندهم القناعه هذه اغلبهم. علاش؟ على خاطر طيله اشهر شافوا كيفاش النقابات الأمنية تنبه عن وجود خلايا نايمة، عن وجود مخيمات تدريب، عن السلاح اللي يدور حرية، والقادة النهضويين يقولوا لا ما ثم شيء، جماعة تلعب في الخفة، الحين في الكوليسترول، ما ثم حد شيء. التوانسة شافوا كيفاش في وضوح النهار وفي قلب العاصمة تنصبت مخيمات مكتوب عليها شعارات تنادي بقتل الطاغوت، معناها البوليسية، وحد ما تتحاسب. التوانسة شافوا كيفاش أبو عياض في مسجد محاصر بعشرات البوليسية وفلت. التوانسة شافوا كيفاش سي علي العرايف وزير الداخلية بعد كل عملية إرهابية ينشر بيان ما يقولش عملية إرهابية، يقول عملية عنف، مجرد عنف. شافوا كيفاش وكالة استخبارات أمريكية هامة سيا نبهت على اغتيال محمد برامي بالاسم وبالوقت، خاطرهم باش يقتلوه، وتقتل وما تحماش، بحيث وقعت تراكمات لدى الرأي العام التونسي أدت إلى قناعة أنه ثم ربط ما بين النهضة والإرهاب. والدليل على ذلك الشعار المشين هذاك مش معقول الحقيقة، لكن تقال يا غنوش يا سفاح يا قتل أرواحها، ترفع الشعار هذا لأنه غريزيا نصيب جزء من الرأي العام التونسي وجه أصابع الاتهام للنهضة. أنا شخصيا ننزه قيادة النهضة من العمليات هذه، مستحيل يكونوا هم أمروا باغتيال هذا استثناء مش معقول مش صحيح. لكن هيك التنظيمات الأخرى التي تسبح حول كوكب الإسلام السياسي محقق، بحيث وقت اللي مشى سي راشد دخلت على سي الباجي في باريس كان هز معاه الحمل هذه، كان هز معاه التهمة هذه زيادة على الحصيلة بتاع ترويكا في المجال الاقتصادي والمالي اللي هي كانت هزيلة، بحيث مشى خلت على سي الباجي في باريس، وكيما نقولوا احنا بالتونسي جوفو تجري خايف ويركل. وبالنسبة ليه سفينة النجاة الوحيدة هي سي الباجي كي يتفاهم معه. لكن مشى سي راشد اللي هو داهية، واحد يستعرف له داهية، مشى ما مشاش لباريس فارغ اليدين، هز معاه سلاح، هز معاه سلاح وما هو سلاح زاد. السلاح هذا يتمثل في مشروع القانون اللي يحدد سن الترشح للرئاسية إلى 75 سنة. في الوقت هذاك مشروع القانون هذاك مازال في أخذ ورد، والغنوشي هو اللي عنده الحل والرد. كان يحب يعديه القانون هذاك وسي الباجي ما يترشحش، كان يحب ما يعديش سي الباجي يترشح. مفتاح القصر الرئاسة عنده هو،
ويعرف هو سي راشد غنوش يعرف اللي سي الباجي يحب يولي رئيس، حلم هذا شيء نعرفه، يحب يولي رئيس. هو طموح شرعي بشري، ورئيس حزب قوي وكذا وكبير فهمتي ولا، ويحلم باش يولي في بلاصه بورقيبه فرقبه، علاش لا؟ وعنده المؤهلات، واحد باش تعرف له. لكن المهم مش باش يعمل بعد ما يدخل القصر، مش قبل. انا ما حضرتش على المقابله، لكن كنت قريب سياسيا من سي الباجي، وثم ناس حضرت على المقابله، بحيث ينجم واحد يعرف شنو هو جوهر المقابله وشنو هو جوهر الاتفاق. وانا باش نقول لكم توا جوهر الاتفاق شنو، مش دي متابعه مش بالكلمه، اما هذا الجوهر، هذا الاصل، هذا مخ الهدر. القانون اللي يحدد سن الترشح هذاك ماهوش باش يتعدى، دونك سي الباجي باش يترشح. وفي السياسه فماش حب وعطف يعني يزرق وخويا وتفضل وانت ابجل والله عندك، هذا فماش، اما دونون. ايه شنو المقابل؟ تدخل انا باش نخليك تترشح، مش المقابل. مقابل انا نحكم معك، وما ثماش محاسبه وما ثماش مساءله. هذيك احداث 9 ابريل اللي الميليشيا نتاع النهضه عاثت في البلاد، واحداث 4 ديسمبر ضد الاتحاد العام التونسي للشغل، والهجوم على سفاره امريكا، والرش والتلاعب بميزانيه الدوله في 2013 و2014. ذاك السي حليل العرايض والاخر، هذاك السي الياس والله ما نعرف اخفاق ولا قرقوري، المعذره العائلات الصفاقسيه المحترمه جدا والفاضله، ما نسيت اللقب نتاعو. تلاعبوا بميزانيه الدوله في 2013 2014، تلاعبوا بها، هذه اثباتات معناها نتاع الخبراء، مش قاعد نفضلك انا. هذاك الكل يتنسى، امسح مات. سي الباجي في القصر، الغنوش يحكم معاه وما ثماش مساءله محاسبه. هذا جوهر الاتفاق، ثماش حاجه اخرى. واللي صار الكل من وقتها حتى الى يوم الناس هذا هو تطبيق وتجسيم وتثمين وتحقيق لجوهر الوفقه هذه، احنا نقول بالتونسي الوفقه اللي صار الكل الى يوم الناس هذا. شفنا كيفاش بعد المقابله اللغه تغيرت الساعه، ما عادش الباجي والندائيين اخطر من الارهابيين، لا ما عادش. إذا حزب محترم تونسي ونجح، وسي الباجي رجل دوله وعندنا ثقه فيه، وسي الباجي من جهته ما عادش النهضه باش ترجعنا الى القرون الوسطى، لا، النهضه حزب تونسي ما عنده شرعيته، وسي الباجي وسي راشد راجل فاضل، شيخ ناس ملاح، ربي يكثر منه الناس. بدلت اللغه، اما هكا سي الباجي يعمل ضربه بضربه، من جهه يقول هكا ومن جهه يقول اللي ما يصوتش للنداء راه باش يصوت للنهضه، والنهضه والنداء خطان متوازيان لا يلتقيان. الواش باش يغذي الحماس نتاع انصاره ويقعدوا على الحماس هذاك الى يوم الانتخابات، باش يجي الاول الحزب الاولاني، باش وقت القسمه يبدا هو الاول، مش كيف الثاني ولا الاول. عفرته كبيره. وشفنا في الحمله الانتخابيه كيفاش النهضه ما سندتش المرزوقي وقت اللي هو حليفه في الترويكا، وقعدت محايده، ما اكثرش من هذا المفاهمه هذه الموافقه واضحه. وبعد الانتخابات بوهت الذي كفر، شافت جموع ندائيين والندائيات، شافوا في الجلسه الاولى نتاع مجلس نواب الشعب كيفاش النهضه والنداء قسموا السلطه التشريعيه. سي محمد الناصر رئيس، سي عبد الفتاح منيب رئيس، واللجان لا محاله هو القانون الاساسي نتاع النظام الداخلي نتاع المجلس يفرض القسمه هذيك، لكن في نهايه الامر اللجان كما نقولوا احنا مش باجي قد الكارتا باجي والديناري باجي والبرميله باجي، والحياه قعدت ديما عند الشيخ. تقسمت اللجان بحيث الندائيين والندائيات صدموا
مثل ولا ونص داخل. كيفاش احنا انتخبنا سلباجي وندا باش يعمل تحالف جديد ويخلي المعارضه للنهضه ونواصلوا المشروع الاصلاحي. يا اخي تحالفوا الاثنين، النداء تداخل الناس داخل ما فهمت شيء. هذيك نتيجه الوفقه هكاك تفهموا. وفي ساعه عملوا اخراج على القول المخرج، القول المبرر. احنا نقولوا بالتونسي اللاقى باش يبرروا العمليه هذه، التحالف هذه ما بين النهضه والنداء. لقاو حاجه قال لك هذه اراده الناخب التونسي هو اللي حبك، طلع زوز احزاب كبار ينجموا يشكلوا اغلبيه برلمانيه الا مع بعضهم. هذا ما هوش تحالف اختياري، تحالف اضطراري. معناها توانسه، معناها ندائيين وندائيات اللي يصوتوا للنداء باش يخرجوا النهضه من السلطه، هذوك هم المسؤولين، السبب منهم هم. وهذه خديعه، سيت اون ترومبوري، عمليه ايهاميه جماعيه، اون ميستيفيكاسيون كوليكتيف. مش صحيح اللي ما كان ثم اغلبيه الا هذه، ما هوش صحيح. سي حسن الزرقوني مدير مؤسسه سيجما وما ادراك، اللي فرضت علينا مصداقيتها ونجاعتها، قبل الاجتماع الاولاني بتاع البرلمان الجديد خرجت قائمه اسميه ب 125 نائب، 125 متكونين من النداء وحزب سي سليم الرياحي وافاق و10 مستقلين، يجوا 125. لا النهضه ولا الجبهه، هذوما كانوا ينجموا يشكلوا اغلبيه برلمانيه مريحه جدا، كان ينجم يحكم بها سلباجي جماعته بسهوله، بحيث كان ثم اغلبيه اخرى ممكنه، كانت الامور تكون اسرع وانجع. تاريخ تونس الحديث يعني العام ونص هذوما كانوا يكونوا احسن بكثير لو كانت حكم تونس بالاغلبيه المريحه هذه نتاع 125 نائب. اما الوفقه ما فيهاش هذا، الوفقه تشترط التحالف ما بين النهضه والنداء. تصوروا لو كان لو كان تونس في البرلمان كانت فيها الاغلبيه هذه نتاع 125، راهو المشروع الحداثي الاصلاحي التونسي يقدم القدام، راهي سياسه الدوله كانت سلسه ومتناغمه ومتطابقه وسريعه وناجعه. مش العام ونص هذا مؤسسه الدوله مكبله تشلت، خاطر كل قانون ما يتصدر الا ما يحصل توافق ما بين النهضه والنداء ويقعدوا فيه بالاشهره ولتوا مازال. والتعيينات ما تصير التعيينات، تم التعيينات بترضيه هذا وهذا. نفكروا كيفاش وقت الحبيب السيد معناها باش يسميوا 14 ولي قعدوا شهر النهضه جايبه قايمه، وسليم الرياحي جايب قايمه، وافاق جايب قايمه، ونداء تونس جايب 3 قوايم، قايمه نتاع حفظ وقايمه نتاع عمار وقايمه نتاع بالزور. تشلت الدوله، تشلت. في العام الاولاني نتاع التحالف هذا البرلمان ما صدق كان على 35 قانون، بينما المعدل العالمي في البرلمانات هي 100 قانون في العام. واغلب القوانين اللي صدق عليها نتاع اتفاقات كي فنيه كي قروض وكذا. اما القوانين المتعلقه بسياده بالمؤسسات واللي نص عليها الدستور ما زالت معطله لتوا. هاو التحالف نتاع النهضه والنداء شنو اللي جاب لنا؟ الشلل على المستوى الاقتصادي والمالي، هكا حد ما قال حد هنا على ابواب الافلاس. ولقاو لاقوا أخرى، حجة أخرى يا جماعة. قال لك أما خير النهضة
تكون معنا في الحكم ولا في المعارضة، تو تشوش علينا وتعطلنا وندخلوا في مرحلة عدم استقرار. أما خير معنا ولا لا؟ هذا مش صحيح. زاد حتى اللهجة هذه مش صحيحة. أولا لأن النهضة ما كانتش تنجم تسمح لنفسها باش تدخل في مواجهة ضد السلطة الجديدة. أولا السلطة الجديدة ساعات طبق عليها القانون، كانش تحب تبلبص. اثنين، النهضة وقت اللي انفرها الشعب التونسي، الرأي العام التونسي، وخرجت وخسرت الحكم، همها الوحيد هو بناء صورة جديدة لها تقطع مع صورة الإخوانجية والظلامية وكذا، تحب تبرز تسوق صورة الحزب المدني الوطني الإصلاحي الحداثي وكذا. هذا صحيح، هذا تخدم من قدام، هي مش تخدم اليوم، هذا مش صحيح. والحجة الأخرى زاد اللهجة الأخرى، قال لك ممكن تجي معنا النهضة ندخلوها في الحكم، مو نتونسوها، مو تتونس. هذه زاد مش صحيحة. وين التونس؟ تونس النهضة بخلاف تغيير الخطاب، الخطاب تغير. أما الأسلمة الناعمة والنائمة للمجتمع التونسي لا تزال متواصلة. يبوك تمس لهم الشأن الديني ولا تنحي إمام ولا تحب تصلح، حدك ثم بالك مش. والدليل على ذلك أن النهضة تطلع للسماء وتهبط، وزارة الشؤون الدينية ما تسلمش فيها أبدا، ولا تسلم في وزارة الشؤون الدينية. ساعة عثمان بطيخ فوروه تو سويت، سيد باجي أدعى أنا طبعا، ولا الظاهر بعد عمل التربية حطوه مفتي. ومن بعد الأربعة وزراء تاع الشؤون الدينية إخوانجية، مش نهضويين، إخوانجية بكورتها. هذاك الخادم دعاش الشباب التونسي للجهاد في سوريا، وسيد تليلي فهمتني ولا قبل ما يخرج من الوزارة قال هوكا المساجد الكل حيدناهم، وخرج منها وشفنا نلقاو 80 مسجد تحت سيطرة المتشددين، و40 مسجد فيهم سلاح. جاء من بعد سي خليل كيف على نفس النمط، والوزير هذا الحالي سي بن سالم مع احترامي ليه ما عندي شيء ضده، اما رجل اخوانجي ما يمنش بتونس، جمله واحده قال لك تونس ولايه، والاسلام السياسي سينتصر ويعم. 4 كلهم خريجي الفكر الاخواني، مش ما نقولش الوهابي. حيث لا تونس تحكيوا عليها، لا مش شيء، مش تونس، معناها خطيئه في الخطيئه في خطيئه في خطيئه، خطيئه تولد خطيئه وخطيئه تولد خطيئه وخطيئه تولد خطيئه. ومن بعد جات الحكومه تشكيل السلطه التنفيذيه، من الاول حطت وزير النهضه و3 كتاب دوله، عاد الندايين المسؤولين تاع الديانه يقول شكون هي، عاد شنو حكايه شنو تيدي وزير عندنا وزير وكذا، حتى شيء مش باش ينجموا يعملوا. مش صحيح، هي مش مساله كم قداش من وزير، مساله مبدا. حتى اشتري وزير، النهضه عندها ساق في السلطه التنفيذيه، هذا الرمز والمهم واللي عنده معنى سياسي. هاكا توا شوي بشوي لو عندهم 3 وزراء، 3 و5 كتاب دولة، بحيث أمورهم ماشية بخطة واضحة جلية ماشيين بها رويدا إلى شاطئ النجاة بالنسبة لهم. منعهم المحاسبة والمساءلة، السلطة التشريعية تحكموا فيها، السلطة التنفيذية حاضرين فيها، التغول في وسط المجتمع المدني مازال ماشي. بحيث لو كان تو تصير انتخابات بلدية هذا سرا بريت، هذا تكون جاهزة في أتم الاستعداد على جميع المستويات. هذا شباب يا أخي، واحد يستعرف لهم، الناس تعرف تخدم، عندهم مشروع عندهم برنامج قاعدين يقدموا فيه رويدا. ها وسيدي النتيجة نتاع الخطيئة، ها وين وصلنا. شلل الدولة، مؤسسات الدولة، وخرنا على جميع المستويات، وخرنا احنا على ابواب الفلس. ولا بحيث سيد باجي باش يضمن دخوله للقصر ويولي رئيس، ارتهن البلاد والعباد والدولة والمشروع الحداثي الإصلاحي التونسي، ارتهنهم الكل باش هو يضمن دخوله للقصر. سيد باجي هاك وليت رئيس،
اش عملت في العام ونص؟ انا عام ونص، عام وثلاث ارباع، انا تو في اكتوبر. اش عملت؟ شوفوا شنو هو الانجاز، شنو هو المكسب، شنو هو التقدم اللي يحصل في المستوى معين. ما لقاو شيء، ما لقاو شيء يذكر، ما لقاو شيء يذكر يا اخي. ايش تحب نقول لك؟ انا لوجت بالميكروسكوب ما لقاش حوايج، ما لقيتش. بخلاف انك مكنت سي حافظ من نداء تونس، الباتين تاع عنده هكا يعمل بعمل، واسقطت اسقاطا سي يوسف الشاهد على رئاسه الحكومه. يكون منك، هو يكون منك، ما نجمش تقول يكون منك. ولو كان مش انت سميته على راس الحكومه، حتى التونسي ما تجي الفكره باش يسمي سي يوسف الشاهد على رئاسه الحكومه. مع الراجل ما عندوش نضال، ما عندوش شرعيه انتخابيه، ما عندوش شيء. عمليه باراشوتاج كما هكا، اسقاط على راس الحكومه. مع اني كما قلت في الفيديو السابق نتمنى له النجاح، ان شاء الله ينجح، وما يلزمناش نعطلوه، ويلزمنا نساعدوه، ويلزمنا نعطيوه الوقت، خاطر تونس في خطر. وما نجموش نسمحوا لرواحنا باش نزيدوا ازمه سياسيه على ازمه اقتصاديه، بحيث كل حاجه بوقتها، الاهم والمهم. لكن هذا ما يمنعش اللي سيادتك انت هو فرضتوا علينا. شنو الاخر اللي عملت انا؟ عملت المشروع نتاع قانون المصالحه الاقتصاديه والماليه، شدد فيه ما نعرفش علاش. هالقانون الذي يطلع ما عنده من المصالحه كان الاسم، هو قسم الشعب التونسي في اثنين. اما جزء كبير من التوانسه يقول لك اخويا ليه؟ تحاسبوا من بعد تصالحوا. مش اللي يسرق الدجاجه يدخل الحبس واللي كذا يبوس خوك، ما تجيش. بحيث ما لقيتش، حبيت نلقى لك حويجه عملتها كامل. حتى السياسه الخارجيه هذيك قدره ربي باش نسخر لها فيديو كامل، خاطر ابعد ما يكون سياسه سي الباجي الخارجيه على السياسه البورقيبيه، قد السماع والطاعه ابعد ما يكون. بحيث سي الباجي بكل اسف الحصيله ضعيفه برشا، ضعيفه برشا، بحيث نعتبر انا شخصيا لترشحك لرئاسه الجمهوريه نعتبره خطأ تاريخي وجسيم في حق تونس وفي حق الشعب التونسي. ما كاركش ترشحت سي الباجي، وانا قلت لك قبل الانتخابات في الرساله اللي بعثتها لك وفك الحصه نتاع الاستاذ سمير الوافي الشهيره وعلى رؤوس الملاء، قلت لك سي الباجي ما ترشحش واقعد في مستوى غاندي ومانديلا. ما حبيتش، هاي النتيجه مش باهيه، مش باهيه بالكل، خاصه سي الباجي. وانا نقول للراي العام التونسي، لو كان ثم حل ثالث ما بين سي المنصف وسي الباجي، كان ثم حل ثالث. وانا وعدت في فيديوهات سابقه باش نقول عليه الحل الثالث، لكن مره اخرى ياخذني الوقت، عندي 33 دقيقه توا قداش نتكلم، ما نحبش نزيد نشدد لكم انتباهكم اكثر من اللزوم. بارك الله في اللي يسمعني. اما ان شاء الله في اكتوبر في الفيديو المقبل بدون تردد وتراجع باش نشرح ونفسر شنو الحل الثالث اللي كان موجود ما بين بخلاف سي الباجي والمنصف المرزوقي. تم حل ثالث، مش نقول حاجات اخرى زاد. الى اللقاء وتحيا تونس.